كنت هموت على البيتزا، كنت ماشية كده وقُلت لأ، ده في بيتزا كينج، لأ أنا هاروح أدخل بقى وأشوف هو الكينج فعلًا في البيتزا والّا لأ. فدخلت وكان في عرض ب230 جنيه بيتزا كبيرة وعليها وسط هدية من نفس النوع ب230 ومعاها لتر كولا، وده كان المنيو، وكان عليه برضك خصم في حاجات كتير، فهاسيبكم تشوفوه. وطبعًا كنت قاعدة بقى على ترابيزة بقى على البحر بقى كده، من قدّي بقى على البحر في إسكندرية بقى وكده. وبعد كده طبعًا بقى إيه، قُلت أمّا أقعد شوية بقى إيه، أشوف البحر كده بقى إيه، عَنبال حلو، عَنبال هي اسمها على بال ما البيتزا تيجي. وطبعًا البيتزا جات، بيتزا هي بصوص الرانش حلوة أوي بصراحة، عجبتني جدًا. بُص بقى البيتزا التانية مش حلوة، حاساها كده حشو كده ودخل الفرن في البيت كده، مش عارفة بصراحة يعني. بس الصراحة البيتزا اللي هي دي عجبتني جدًا، 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 جدًا. وطبعًا بقى إيه، مش هننسى نحط طبعًا عليها الكاتشب بقى. ممكن تاكلوها طبعًا بالشوكة، وممكن تاكلوها كمان بإيديكم. أنا أكلتها بصراحة بإيديا يعني، عادي يعني. وبعد كده بقى إيه، يعني أنا عجبني بصراحة صوص الرانش ده حلو جدًا، وصراحة تشبع. يعني إحنا 3 كلناها، الصينيتين دُولة بتشبع جدًا. طبعًا لو عجبكم الفيديو ده هتحطوا لايك واشتراك في القناة، وطبعًا أكيد هاشوفكم في فيديو جديد. و وبصراحة البيتزا كانت حلوة، يعني البيتزا يعني كانت العجينة حلوة هشة كده.